شلون تحد سكينتك بالمستحدات بالطريقة الصحيحة. عندنا المستحدات شغله مو حد السكين، ما يطلع لك حد السكين، ما ياكل من السكين، مجرد يعدل حد السكين. هذا السكين بيها حد، الحد هذا من يروح لازم تطلع الحد ماله بالحجر، فبالحجر توكل الحديد ماله حتى يطلع لك حد ناعم. أما بعد استخدام سكينتك حادة، بعد استخدام هاي الحدية مالته يميل يمنى أو يسرى، يميل، فمن يميل ترجع الحد ماله وتعدل الحد ماله على المستحدات. هذا هو شغل المستحد. واحنا هسه حاليا عندنا سكينة حادة، مثلا سكينتنا حادة هذا بيها حد، بس إذا سكينة عمية، إذا سكينة كلش عمية ما بيها أي حد، ما ترجع بالمستحد للحد ماله، إلا لازم تطلع الحد ماله على الحجر. بعدين من يعمى، يعني عمي بسيط، عمي مال حد مستعمل، ترجع الحد ماله على المستحد. احنا كل مرة من نجرب مستحد أو من نجرب حديد نعمي السكينة بهالطريقة، نعمي السكينة. من نعمي السكينة، هاي السكينة هسه صارت عمية، ما يقص الورق، ما يقص مثلا ورق، أو ما يقص زين، ما يقص لحم، ما يقص زين. مو معناته الحد ماله رايح، معناته الحد ماله مايل يمنى أو يسرى. هسه الحد ماله ما بيها حد، ليش؟ لأن مايل. شوف هاي الحد هسه مايل على هالجهة، فمن أجيب أظفري يلزمه، معناته الحد هسه مايل على هالجهة. فأني شغلي أنه أعدل هذا الحد إلى مستوى جيد، بحيث يكون القطع ماله جيد. هسه السكينة بيها حد، لكن الحد ماله مايل. شوفوا ما يقص الورق، ما يقص الورق، حتى لو يقص ما يقص زين. هسه أني أرجع أحده. والمستحدات طبعا بيها أنواع جدا كثيرة، يعني منها الدائري، البيضوي، العريض، الطويل، القصير، أو الخشن، الوسط، الناعم، بيها أنواع جدا كثيرة. فكل واحد له استخدام خاص. مثلا القصاب عادة مو كل مرة، عادة يحبون ناعم، أما أهل المطاعم يحبون خشن، أو ما يعني حتى ممكن أهل المطعم يحب ناعم أو القصاب يحب خشن. لكن بشكل عام للبيت الخشن هو الأفضل شيء، والقصاب هو وشون متعود، إذا متعود على الناعم ياخذ ناعم، وإذا متعود على الخشن ياخذ الخشن. هسه أحب أجربه على أنعم مستحد موجود. هذا من أنعم المستحدات. إحنا ما نسميه ناعم، نسميه ناعم جدا، اللي هو أنعم من الناعم، ومن الصوت ماله يبين نعوماته. وأول ما تحد السكين على المستحد، تحاول تضغط كبداية، أول سحبات تضغط على المستحد ضغط. بعدين إذا حسيت أنه يعني اقترب، يعني جاي تنحد السكين، شوية شوية تخفف إيدك، شوية شوية، حتى ترجع السكينة موس، ترجع السكينة حد، يعني حد يرضيك. هسه الضغط هذا على كلا الجهتين يعدل هذا الميلان. فمن يعدل الميلان، مثلا إذا أنت ضاغط بقوة على هالجهة، يجوز شوية مايل على الجهة الثانية، فأنت على كيفك تسويه حتى يرجع حد استواء الماله جيد، يعني حد مستقيم. هسه صارت السكينة حادة، شوفوا صارت السكينة موس، ولو أنا ما ركزت جيدا على الحد، بس يعني إذا تضغط هذا كبداية، لكن شوية شوية تخفف إيدك وترجع السكينة أحد من الموس، أو أحد من ما كانت في البداية. شوفوا كلش حادة صارت، حد الشعر يزين، حتى الشعر يزين. هاي السكينة سكينة الراجز، سكينة كلش راقية من شركة أم الشوكة الألمانية، صناعة سولينغن جيرماني، ستانلس ستيل، الحديد ماله حديد مقاوم للصدى.
والمستحدات هذني الموجود على الميز كله من معمل ألماني، المعدن مالهن كروم فانديوم سولينغن جيرماني، وبشعار شركتنا شركة السكين الحاد. مستحدات جدا جدا راقية، وأثبتت جودتها وفعاليتها وأدائهن كلش ممتاز. هذا كان طريقة الحد الصحيح المستحد. أتمنى أن ينال إعجابكم. وطبعا ذني المستحدات أسعارهن معروضة بالصفحة، وهاي السكينتين عليهن خصم 30%، لا تنسون. والسلام عليكم ورحمة الله.